إخواني أخواتي، السلام عليكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير من خلال هذه الإطلالة، وتكونوا بصحة جيدة أنتم والوليدات ديالكم والعائلات ديالكم. مرحبا بكم مرة أخرى معايا في قناة بن الشيخ ترا وجلسة مع سائق القطار. في البداية وفي العادة بحال العادة لابد من نشكر المتتبعين الكرام على التشجيعات ديالهم والتعليقات ديالهم، وكذلك على الأسئلة اللي تطرحوها، ومرحبا بالمشتركين الجدد. إخواني أخواتي، الحلقة ديال اليوم عندها علاقة بالتدشينات الملكية اللي دارت مؤخرا. تنعرفوا بأن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والله يحفظه ويشافيه شرف على تدشين يعني بداية الأشغال ديال قطارات الجهوية السريعة وكذلك قطار فائق السرعة. إذا العلاقة الموضوع اليوم عنده علاقة بهذا الحدث المهم. تنعرفوا المغرب أن المغرب ولا من الدول اللي تتوفر على قطارات فائقة السرعة، وبحال اللي تنعرفوا بأن راه بزاف ديال الدول لا تتوفر على هذا النوع من القطارات. مثلا بالنسبة للدول العربية هناك السعودية فقط، كذلك في افريقيا احنا الاولين اللي عندنا هذا القطار فائق السرعه. وكنت تكلمت في حلقات سابقه على الدور الاجتماعي والاقتصادي اللي تتلعبوا هذا النوع القطارات، وبحال اللي كتبت لكم ديجا في حلقات سابقه بان السكك الحديديه فيما تتوصل لواحد المنطقه لابد يكون واحد الازدهار على المستوى الاقتصادي، وعندنا دول بزاف من خلال السكك الحديديه نظرا مثلا الحموله الكبيره، نظرا لربح الوقت. هذا علاش تكون عندها واحد الدور حاسم في الاقتصاد ديال اي دوله. وكنت اعطيت مثلا مثال بالولايات المتحده الامريكيه. اليوم غادي نتكلم، تنعرفوا بان من غير هذاك الشيء اللي كنا تكلمنا فيه بان القطارات فائق السرعه تتطلب واحد البنيه التحتيه، تتطلب كفاءة بشرية وتقنية وتكنولوجية ومعلوماتية وإلى آخره. كنت ديجا هضرت في حلقة سابقة بالتفاصيل على الأرقام المالية اللي غيكلفها هذا المشروع. وتنعرفوا إخواني أخواتي غير واحد القضية خصكم تعرفوها، لأن واخا مثلا كاين بعض الدول اللي عندهم قطارات فائقة السرعة راه ما عندهمش قطار اللي تيمشي ب 320 كيلومتر في الساعة، لأن أي قطار كي ديباس اللي تيفوت 240 كيلومتر في الساعه تيتسمى قطار فائق السرعه. اذا اللي بغيت نقول بان المغرب القطار اللي عنده يعني راه واصل واحد السرعه اللي هي القصوى 320. بعض الناس تيسمعوا بان هناك قطارات تصل الى 500 او 600 كيلومتر في الساعه. اذا اخواني اخواتي كاين واحد الفرق ما بين لا فيتاس كوميرسيال، يعني السرعه اللي تستغلوها. بحال مثلا خدينا قطار فائق السرعه ديال المغرب تيمشي ب 320 ساعه، ولكن نقدروا في التجارب مثلا يمشي مثلا 380 او 60، ولكن لا فيتاس كوميرسيال يعني السرعه التجاريه اللي تيمشي بها او اللي تستغل هي 320 كيلومتر في الساعه. هذا غير باش نبينوا هذه النقطه هذه. اليوم تنعرفوا بان هذا اللي بغيت نتكلم فيه بان هذه المشاريع السككيه خاصة بالنسبة فيما يخص القطارات فائق السرعة تتطلب قدرات بشرية، أي أن العنصر البشري له دور مهم في مشاريع قطارات فائق السرعة. علاش الناس اللي غيتكلفوا بهذه صياغة القطارات، وهنا غنهضر على الجانب ديال سائق القطار لأني مؤهلات بشرية يعني أو إمكانيات بشرية في جميع المجالات، ولكن هنا غادي نهضر انا على سائق القطار. سائق القطار ديال القطار فائق السرعه خص يكون عنده واحد المؤهلات. اولا خص تكون مؤهلات تعليميه، ثانيا تدريب واحد يكون عنده واحد التدريب، واحد ستاج، واحد التدريب متخصص في تشغيل هذه القطارات فائقه السرعه. كذلك المهارات في التعامل مع الاجهزه المتقدمه. تنعرفوا مثلا هاد لي زونجان اللي غادي يجيو سواء اللي غيديروا القطارات الجهويه السريعه او قطارات فائق السرعه تيكون فيها واحد الاجهزه الكترونيه الى اخره متقدمه. كذلك خصو يكون تيتميز بمهارات في القياده والتحكم،
لان خص لا فيجيلونس تكون حاضره، تنعرفوا ان 320 في الساعه راه ماشي هي مثلا 140 في الساعه او 80 في الساعه او 120 في الساعه. كذلك خص يكون عنده مهارات في التعامل مع يعني مع الحوادث الطارئه، لان الحوادث الطارئه لا قدر الله يا اما فيضانات او سوء الاحوال الجويه الى اخره. بيان سور هناك العامل التكنولوجي اللي تيساعد، ولكن هذا لا بد واخا تيكون العامل التكنولوجي لا بد العنصر البشري بحال اللي تنقولها ديما عنده واحد الدور حاسم مهما تقدمت التكنولوجيا الى اخره. كذلك بحال اللي قلت لكم خص تكون مهارات يعني في التعامل مع الحوادث الطارئه، اتباع الاجراءات الامنيه، يعني خص لي ميزور دو سيكوريتي تاخذوا كوم إل سون، ما عندناش فين غادي تغير ولا غادي تاول، يعني عندك واحد لا ريغلومونطاسيون، واحد القوانين اللي خصك تطبقها يعني بالتفاصيل ديالها. كذلك الاستجابه السريعه للحوادث، وهنا تتكون لا فيجيلونس لا رياكسيون، يعني تتكون رابيد لا رياكسيون ديال سائق القطار. سائق السرعه خص في اي حاله يكون بحال يدو على القرص بحال اللي تنقولوا بالدارجه. بيان سور هاد سائق القطار عندهم واحد تحديات اخرى. اولا الضغط النفسي بسبب المسؤوليه الكبيره، لانه تتكون غادي ب 320 في الساعه وعندك 500 ديال الركاب، وهذه راه هذا الهاجس. وكنت درت حلقات ديما تيفكر فيه ذاك سائق القطار، وكنت درت لكم واحد الحلقه ان ميساج، واحد الرساله اللي يعني تيبغي يوصلها سائق القطار ديال اي تران كيف ما كان، تيوصلها الركاب ديالو. قلت لكم في واحد الحلقه اللي قلت لكم الاشخاص الذين يصلون ياخذونكم الى وجهتكم ولكن ما تشوفوهمش، يعني هذوك جنود الخفاء. اذا تيحس بديك المسؤوليه. كذلك سائق فائق السرعه خصو التركيز المستمر، لا فيجيلونس خصها تكون ديما. ما كاينش شي نهار يكون غادي التران ويكون عنده مشكل ولا عنده بروبليم ما تيديرش التران، يعني حتى من الناحيه النفسيه خصو يكون مرتاح. وبحال اللي قلت لكم حتى مثلا ملي تيكون التعامل مع الظروف الجويه، ملي تيكون فيضانات، تكون امطار قويه الى اخره. وكذلك خصو يتعامل مع التطورات التكنولوجيه وتاثيرها على العمل، لان بارفوا تجي مثلا واحد الحاجه اللي جديده خصنا عاوتاني ندربوا عليها ونعرفوا كيفاش نتعاملوا عليها. لهذا خص ديما تكون لا فورماسيون كونتيني، يكون ذاك التكوين المستمر، تكون الى الحاجه الى تدريب مستمر. اذا اخواني اخواتي بغيت نعطيكم غير فكره، تنعرفوا حنا تنديروا السكات، تنديروا التران، تنديروا لي غار نوفيل جينيراسيون. راه حنا شنا تبارك الله لي غار اللي غادي يدشنوا، سواء محطه الدار البيضاء الجنوبيه لا غار دو سود، هذاك الشيء راه من الطراز العالمي، يعني بواحد الاسلوب يعني مغربي وداخله فيه مغربيات، وهذا شيء يثلج الصدر. وهذا لو ار او ار اللي كنت ديجا يعني القطار الجهوي السريع اللي كنت درت عليه حلقه خاصه، واللي بغى يرجع لي فيديو ديالي راه غادي يلقى يعني بالارقام، يعني شحال طلب شحال هذا. وكنت هضرت شحال من قاطره غتجي وشحال من قطار، تقريبا 168 قطار. كنت تكلمت تحت الميزانيه اللي غيتكلف بها اللي غتكلف هذا المشروع. ما بغيتش انا نعاود هذا الشيء، اللي بغيت نعاود عليه اليوم ونركز عليه هو الجانب البشري. هاد الترانات ها هما كاينين جداد تيمشيو 320 وعندنا لي غار مزيانين وعندنا السكه مزيانه والبنيه التحتيه مزيانه، ولكن لا فينيسيون بحال اللي تنقول هو هذاك السائق وهذوك الناس اللي غيتكلفوا بسياقه القطارات خصهم يكونوا مؤهلين، خصهم يكون عندهم واحد يعني واحد التكوين المستمر حتى تكمل لو بروجي. لانها لو بروجي كاين بلي غار بحال اللي قلت لكم بالسكه بلي تخا، مي هذاك السيد ولا هذاك الشخص ولا هذاك لو كونديكتور اللي غادي يدي داك التران حتى هو خصو يكون مؤهل ويكون في المستوى. وهذا الشيء اللي بغيت نقول بان سائق القطار بصفه عامه وسائق القطارات فائقه السرعه بصفه خاصه عندهم تحديات كبيره رغم المؤهلات اللي تتوفروا عليها. والحمد لله هنا راه ولا عندنا حنا المعهد السككي اللي كاين في الرباط، يعني راه تتخرجوا عليه بزاف ديال الناس. والحمد لله من 2018
لهنا تنشوفوا بان القطارات الحمد لله غدا كل شيء مزيان. الله يكمل علينا والله يكمل على المغاربه، وشكرا والى اللقاء في حلقه قادمه بحول الله وقوته.